انا طبعا بشكركم يا جماعه، يعني الفرقه صراحه قامت بالواجب. فرقه كامله قومتها. تاني. نكمل اللعبه، بس خلي بالك بقى ايه. وانت بقى هنقابل على واسع. الدنيا طلع لك دنيا ويز جاهزين؟ كفايه بدل ما هتتزحلق. لا ما تخافش. يلا جاهزين. اطلع بره. مزيكا. كده كده رش الميه محبه. معلش يا ويزو، معلش حقك هجيبهولك. ماشي. كده المنافسه بيني وبين حمدي. عمل فيا منافسه بيني وبين حمدي. حط الكوبايه مظبوط ويلا المزيكا. اكل انا كنت عايز اغسل وشي. يا جماعه انا صراحه مش عارف اقول لكم ايه. والله. والله ما عارف اقول ايه. انا مش عارف اقول ايه. احنا ما ظهرناش لثانيه محترمين في الحلقه دي. لا بس الصراحه يعني ونعم التعليم ونعم الثقافه، وكده الناس اتعرفوا على جانب تاني من الفنانين اللي هم بيحبوهم، اللي كانوا بيحبوهم. ويزو بتسرب. انا خفت فرقع عبره. ويزو انت ايه رايك في اللي حصل؟ حزن. حزن. لا بس انا على فكره يا جماعه مستغرب جدا من حمدي النهارده. ليه؟ العادي حمدي بيبقى ساكت؟ لا طبعا. النهارده اقل مره يرغي. صح. عشان وانت ايه حكايه القضيه اللي كانت في الهند دي؟ عليك قضيه في الهند؟ مش قضيه يا ريس. احنا رحنا مطلوب بالقبض عليك في الهند. لما كنا بنصور فيلم جحيم في الهند. رحنا هناك فانا واخد معايا معلبات كتير اكل. معلبات؟ قلت عشان هناك قالوا لنا خوفونا من الاكل يعني وسبايسي قوي وحاجات فمش هنقدر عليه. فجه عم بيومي فؤاد، استاذ بيومي طبعا الفنان الكبير، جه قال لي انت معاك علب ايه؟ فقلب معاه في الشنطه واحنا هناك في الهند. لا معايا علب بيف. قال لي لا انا ما اكلتوش من زمان. قام اتصل بالمطعم، طلع لنا واحد بقى من المطعم قال له تاخد العلبه دي تشوحها ببصلايه وحته، وعمال بقى يشرح له ويفن جعان. والواد مبرق مش فاهمينه. الواد نزل من هنا بعد شويه لقينا امن جه ولم كل العلب اللي في الاوضه. اتارينا احنا مدينهم علبه البيف عليها البقره لابسه حلقين ومطلعه لسانها ودي الالهه عندهم. قالوا شوحها لنا ببصلايه. موضوع بقى وحليني نقنعهم ان ده عندنا عادي يعني. طب أسس ايه حكايه الستات في حياتك؟ مصارعه الستات. مصارعة الستات زمان كنا بنهرب من المدرسة، كنا بننط من فوق السور ونقعد على القهوة عشان نتفرج على المصارعة الصبح بدري، بيجيبوا الستات وبيضربوا بعض. يعني انت بتهرب من المدرسة عشان تتفرج على المصارعة الحريمي؟ بيبتدوا المصارعة حريمي كنا نتفرج عليها وبعد كده اخش اكمل اليوم الدراسي عادي. لا والله. ما بحبش الرجالة بيضربوا بعض. كان بيتابع ويزو اكتر ما انا بقول شوفها بس ما جربتهاش. لا والله. يعني ما جربتش قبل كده مصارعة الستات؟ لا جربت مع ويزو في المسرح. ويزو يعني يمكن اغرب حاجه الناس كانوا بيتكلموا عليها لما شافوكي في المسرح ان انت برغم ان ممكن يبقى جسمك مليان، طبعا فكره ان حد يبقى متضايق ان حد بيهزر على ان حد جسمه مليان، يعني انت نموذج بتقول يا جماعه ما فيش اي حساسيه في حاجه زي كده، بالعكس كل واحد بيتقبل نفسه وكل واحد المحيطين بيه بيتقبلوه بالوضع اللي هو فيه. فانت نموذج لده بجد، مش مسألة حد بيهزر بزيادة أو استهزاء أو حاجة زي كده، لكن الملاحظ إنك أنت رشيقة جدا بجد، يعني برغم إن حجمك كبير بس أنت رشيقة جدا. وأكتر حاجة الناس علقوا عليها
اسمها ايه ما بتعملي رجلك دي كده؟ جراند كار. جراند كار. تفتح حوض، بتفتح ايه حوض. ده بتفتح باركنج ده؟ بتركني في جراند كار. جراند كار اللي هو بتفتحي حوض، ودي صعبه جدا على اي حد ملوش علاقه بقى بالحجم خالص. طبعا. يعني حتى لو بنت رفيعه جدا وعشان تفتح رجلها كده او ولد او اي حد يعني دي بتبقى صعبه جدا. انت اتدربت عليها ولا ايه؟ لا انا فتحت حوض وانا عندي 21 سنه. لا والله. اه مات والله. فيها 7 مدربين. مره هجمت مدرب وهو بيدربها. طيب نقطه ضعفك ايه في الاكل؟ المحشي. لا والله. الكرنب. محشي كرنب بالذات. مش محشي ورق عنب لا ولا لا كرنب. والله. والله ممكن اعيط. ونقطه ضعفنا احنا ان هي بتاكل محشي وتجي لنا الشغل يلا يا حمايه الاستاذ. هل المحشي كرنب ليه علاقه؟ المحشي كرنب ليه علاقه بالكيمياء؟ اه ليه علاقه؟ غازات الكميه. لسه كنت هقولها. لا بس هو صراحه محشي الكرنب ده لا يعلى عليه. طبعا. بتاكليه باللحمه مع المفرومه فرخة ولا بقى من غير محمرة. لا ده ورق العنب. ورق العنب اللي باللحمه المفرومه؟ تحشي كرنب فرخه محمره. بقول لك معاه. مع فراخ. لا تعملها عادي. وبص حمدي اللي بيتكلم ده برغم ان هو جسمه رفيع جدا بس اكتر واحد بياكل فيكم كلكم. بياكل كتير. باكل كل حاجه. وبتنام بالاربع ايام يا حمدي؟ بنام بالثلاث ايام واربع ايام عادي. بجد؟ انا مره كسر عليا باب الشقه بالحلق بتاعه وانا نايم العصر. وما صحيتش صحيت من العشاء بقول لهم ايه ده مين عمل كده في الباب؟ والله مستغرب وقايم انا مره نمت لحد صحيت الاربع الصبح. تتكلم جد؟ اه والله اصل ضميري مرتاح ومعليش ديون فبنام براحتي. الحمد لله. قصقص من النوع اللي بينام ساعتين ثلاثه ويقوم. ويصحى يصحينا بقى صداع. كنت اول موسم اما جينا ثلاث اشتغلنا مواسم اول 3 مواسم كنا قاعدين مع بعض. ودول كانوا فيهم شغل عالي لان انتوا قاعدين مع بعض طول الوقت بتعملوا شغل. الموسم الاخير كل واحد ما بقى شاء ده الله اتجوز وده بقى شاف نفسه. وده وده- اتطلق وده وقصص كان حرامي غلال. انت عارف المعلومه دي؟ حرامي غلال. يا حرام خلال دي. بيسرق الحبوب بيسرق الزكاه بتاعت الفقراء. لا ده اول دور عملته زمان وانا صغير. كنت في المدرسه فكان في قصه وانا كان نفسي امثل. فالابله ادتني دور حرامي الغلال. حرامي الغلال. وانا مش فاهم يعني ايه غلال. بس قلت حرامي قشطه اعمل حرامي. من ساعتها بقى كملت الحمد لله. حرام. ساعتها انت ما بتعملش غير حرامي. حرامي بس. طب ليه ما تعملش مثلا دكتور تعمل مهندس؟ ما فيش الكلام ده يا ريس. لا في والله العظيم. رقابه هتعترض. يعني ده لما يمثل الدكاتره احنا بنعتذر للدكاتره كلهم. طب ده على الاقل هيمثل دكتور لكن ده حقيقي ماجستير ازاي؟ والله حسبي الله ونعم حسبي الوكيل. الله ونعم الوكيل فعلا. حسبي الله ونعم الوكيل. حلقه سياسيه. حسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعه الواد ده ما يتسابش يا جماعه. يا ويزو يا قصقص الواد ده ما يتسابش. يلا بينا يلا بينا المزيكا. بنشكر الجمهور بنشكر الفرقه وبنشكر كل الناس اللي موجودين في البيوت ونتقابل معاكم ان شاء الله وحلقه جديده من عيش الليله.